ازاي مخرج يسيب التصوير ويروح يصلي ويسيب مدام الهام شاهين واقفه قدام الكاميرا؟ ده اهمال وتسيب. الحبايب مساء الخير. مدام الهام شاهين قالت ان هي كانت تعرف مخرج كان طبيعي الراجل وكان جميل، كان عادي يعني زينا، لكن ما يعني بعيد عنكم التزم، وبقى لما الاذان ياذن يسيب التصوير ويوقف التصوير ويروح يصلي. انتوا مش مصدقين طبعا هي قالت كده. طب ما تيجوا نسمع هي قالت ايه وارجع اقول لكم حاجه مهمه. يلا بينا. أنا اشتغلت مع أحد المخرجين كان عادي وطبيعي جدا، وفجأة تدين بشكل غريب، بحيث إن الأذان يبدأ في كل أذان الكاميرا دايرة، يسيب الكنترول ويسيب الممثلين وينزل، ولازم العمال كلها وراه، ويقف إمام ليهم يصلي مع كل صلاة، ولازم في ميعاد الصلاة يخلص المشهد وفي أوضتك وصلي. لكن تعطل الاستوديو كله ده عمرنا ما كنا بنشوفه. ازاي في مخرج يسيب التصوير ويروح يصلي ويسيب مدام الهام شاهين واقفه قدام الكاميرا؟ ده اهمال وتسيب. ده اللي قالته مدام الهام شاهين. يا مدام الهام ارحمينا بقى من تصريحات حضرتك اللي يعني لا تنم عن شيء الا عن جهل ببواطن الامور وظواهر الامور. واعتقد انك انت يعني ما عندكيش نسبه الجهل دي، ولا ايه؟ يا مدام الهام الراجل ما ارتكبش جريمه، الراجل راح يصلي، الراجل لبى نداء ربنا. يا مدام الهام اللي حضرتك بتقوليه ده مش مخالف لكلام بشر، ده مخالف لكلام رب البشر. ربنا سبحانه وتعالى قال ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، في توقيتها. ربنا سبحانه وتعالى قال في ايه تانية يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فذروا البيع، اتركوا البيع والشراء وروحوا صلوا. تيجي حضرتك بقى تقولي لا ما ينفعش. ازاي؟ ما انت كنت كويس، يالا انت كنت ماشي كويس، انت ايه اللي حصل لك؟ بقيت ملتزم؟ انت ايه؟ انت عايز تبقى مؤمن؟ عايز تبقى مؤمن صح؟ ينفع كده؟ ينفع؟ يا مدام الهام كل الحكايه ربع ساعه، الراجل وقف التصوير ربع ساعه، راح اتوضى وراح صلى عادي. يعني حتى لو صلى فردين ولا ثلاثه في التصوير في يوم التصوير كلهم ثلاث ارباع ساعه 45 دقيقه. وانت عارفه ان في نجوم بيعطلوا التصوير بالساعه واثنين وثلاثه، وحضرتك قبل كده حصل لك مره واثنين وثلاثه وعشرة انك انت تستني النجم لما يجي من بيته ويدخل اوضته ويجهز ساعتين ومعطلين التصوير وانتوا قاعدين في البلاتو مستنيينه، ومفيش حد يجرؤ يروح يقول له تعالى يلا انت معطل التصوير. اقسم بالله لا مخرج ولا منتج ولا مدير انتاج ولا بطله قدامه تقدر تروح تقول له يا عم في ايه؟ انت معطلنا ده كله ليه؟ مستحيل. تمشي بكره، تمشي النهارده من التصوير وما تشتغلش معاه تاني ويوقف حالها. فعشان كده كان كله بيسكت. هتيجي يعني على فرض ربنا عادي. طب انتوا حتى بس ابقوا احفظوا وانتوا قدام الكاميرا بدل ما تفضلوا تعيدوا مره واثنين وثلاثه وعشرة وتعطلوا التصوير 3000 مره. يا مدام الهام عيب الكلام ده. ليه الكلام اللي يثير الجدل؟ ليه الكلام اللي تخلي الناس تطلع تهاجمك وتستنفر من كلامك وحملات على السوشيال ميديا والناس زعلانه ليه؟ احنا شعب متدين بطبعه، ومش بالضروره على فكره ان انا اكون ملتزم في الصلاه وبصلي في الوقت بالظبط وساعه الاذان بالظبط، لكن لما يعني حد يتكلم ويمس ركن اساسي من اركان ديني فلازم انا اطلع واتكلم واقول لا ما ينفعش، لا ما يصحش الكلام ده. ليه احنا بقينا في زمن الصح فيه بقى غلط والغلط بقى فيه صح؟ لما اي بني ادم يعمل اي حاجه صح بتبقى غريبه قوي ونطلع ننتقده. ايه ده؟ انت بتصلي؟ يعني الادب انت عايز تبقى راجل ملتزم وبتصلي يعني بتلبي نداء ربنا؟ ده كلام؟ من فضلك اطلعي واعتذري، قولي ما كنتش اقصد، قولي يعني ما كنتش فاهمه ده، قولي اي حاجه. لكن يعني الكلام اللي اتقال ده والله العظيم فعلا ما يصح ان هو يطلع من فنانه كبيره زيك. شكرا.